ان مصر العظيمه مجتمع قديم كده من ظهر، مستمر استمرار الحياه، مستقر استقرارا لم يتزعزع. طب واحد يقول لي طب ما انتوا تم احتلال احتلنا حوالي 2500 سنه، انما الاستقرار لم يتزعزع، وهذا بكل يعني ثقه. الحاجه الثانيه لو سمحتوا لي، انا عمري 80 سنه مواليد 1943. كنا كنا في المدرسه نقول عاش الملك فاروق ملك مصر والسودان، واحنا لسه صغيرين. فجه طه حسين سنه 50 كان وزير المعارف، وقال عايزين الراجل ده رمز من احتفلنا بمرور 50 سنه على وفاته في هذا العام. والراجل ده بالرغم انه كفيف وكان المفروض يبقى ازهري ويقعد يبقى بتاع، انما اللي حصل انه اصر يروح كليه الاداب. فقالوا له انت كفيف، قال لهم لا اخش. يعني لطفي السيد يعني قرر انه يخش، قال لك اسافر امريكا، سوري اسف فرنسا. فبرضه راح، وكان له اخ عشان يقرا له وبتاع، فراح اتقابل مع السيده سوزان، وطبعا دي تبنته. فالنهارده عميد الادب العربي، وهو اللي ربط بين الحضاره المصريه وبين حضاره الايه؟ البحر المتوسط. الحاجه الثانيه الخطيره بقى، انا والدي الله يرحمه اسمه سيد عويس اتمرن في جمعيه الشبان المسيحيه، وهو اول خدمه اجتماعيه سنه 40، او يعني من اوائل الدفعه. فاللي حصل لما جه سافر كان عندي 10 سنين، سافر سنه 53، فودانا جمعيه الشبان المسيحيه. لم اكن اعرف مين كرولوس من محمد من حسنين. يحطوا لنا سجاده كده، اللي عايز يصلي يصلي. اول يوم رمضان لازم نفطر في جمعيه شبان المسيحيه، وهكذا. حاجه بقى من اعجب الامور، انا جدي يعني كان راجل ازهري بس كان بيشتغل في الاعمال الحره. كنا ساكنين في شارع الازهر، ودلوقتي تروح دلوقتي حاره حوش عيد بتقسم عندنا حاره حوش عيد. الاسره اللي قدامنا يهوديه، اللي تحتينا مسيحيه. كان البيت على فكره دور واحد 7 اوض، واللي فوق الناس من النوبه كانوا بيجيبوا لنا عسل وبتاع حاجات كده. كويس. طيب الست المسيحيه تصوم اول يوم رمضان، وجدتي تصوم صوم العذراء. حصل بقى حاجه عجيبه جدا، جت عدوان 56. فطبعا الناس اليهود الموجودين كنا بصراحه زعلانين منهم، واللي هاجر وما هاجرش. انما اللي حصل ان كان طبعا حرب، لازم حاره اليهود دي حاره موجوده في كل انحاء العالم، يقعدوا جوه وما زالت موجوده حتى الان، بس طبعا يعني بقت خلاص. فاللي حصل ان جده سوسو ده اللي هو يهودي موجوده في البتاع وعايزه دواء وبتاع وادويه. فجدتي طبعا كان متعاطفين، خالي كان من سنه. فاللي حصل ان هو لبسته جلابيه وبقى على فكره كان في مقاومه الحفاء، يعني كان اللي بيمشي حافي ده. المهم، ولبسته كده بتاع ده كوفيه، وخالي مشي جنبه لغايه ما يوصله، علشان كان الناس بقى في الشارع سوري حاضر، الناس في الشارع كانوا يكرهوا طبعا اليهود لانه يعني العدوان. وطبعا يومها بقى يعني ادى لجدته كل حاجه، وهذا امر طبعا غير مظبوط. انا بقى كان عندي كام 15 سنه، فايه ادوني بنادق رش عشان نحارب الانجليز. بنادق رش ايه يعني حاجات بتاعت اطفال كده، وكان برضه في جمعيه شبان المسيحيه. الحاجه اللي بعد كده بقى يعني حصل ظروف ان انا سافرت بعد كده الى الاتحاد السوفيتي، وخدت الدكتوراه من هناك، وقابلنا الرئيس جمال عبد الناصر 6 يوليو 68. وعندي دراسه بعد رسالتك 120 دقيقه مع الرئيس عبد الناصر. الرئيس عبد الناصر عمل ساعدنا في السد العالي مع ده، ساعدنا في تاميم القناه. الروس بقى ادونا احدث اسلحه لا تعطى الا لحلف وارسو، لان يعني كرامه لجمال عبد الناصر. وقال لنا يا جماعه احنا بنعد جيش من مليون، وكلهم من خريج الجامعات. وهي دي العجوبه اللي خضت العدو بتاعنا والعداء كلهم، لان الجندي كان مهندس، الجندي كان طبيب، الجندي كان يعني
من كل التخصصات. فبالتالي انا كنت خدت الدكتوراه سنه 71، رجعت دخلت الجيش، فكلفوني اترجم للخبراء الروس، ما يعرفوش الا الروسي، الخبراء اللي ظلمهم الرئيس عبد الناصر، اللي الرئيس السادات يعني عافاهم في مرحله من مراحل الخداع الاستراتيجي. وده يوري لك ان انت قالوا ايه، ما فيش المصري ملوش حل او حاجه، ها؟ ملوش بالظبط. فاللي حصل ان يعني ترجمت، انا كنت نزلت بقى دكتور، خلوني اترجم للخبراء الروس من اللغه الروسيه للعربي، اللي هي المانيوال بتاع الايه الاسلحه. انا مش عايز اتكلم عن نفسي، بس ارجوكم ده التكوين بتاعي. طب ايه اللي خلاني انا اجي ارجع وبعدين يودوني بيت العيله؟ وطبعا ابونا الله يكرمه، نفسي كمان نحيي الانبا ارميا الاسقف العام، لانه قال محاضره رائعه من حوالي كام يوم في المجمع بتاع الايه الاسلامي مج... اه الحقيقه. وبعدين استشهد بايات من القران الكريم ومن الكتاب المقدس، وقال لك ان كلمه السلام دي موجوده كذا مره في الكتاب المقدس وكذا مره في القران الكريم. اذا العمليه موضوع. طبعا البابا شنوده بقى، اسمحوا لي الله يقدس روحه، ان مصر بلد لا نعيش فيه ولكنه بلد نعيش فيه. هذا التعبير تعبير، هل الانجليزي يقول لك انا ان انا هل الامريكاني بيقول كده؟ هل اي دوله بتقول كده؟ طب الرابط يعني كده. طبعا انا كنت في وادي النطرون، وفي يعني برضو مع الطلاب كنا بنعمل معسكرات عمل، وفي الايه ابونا في هناك الدير اللي هناك، الدير. أيوة. شكرا حبيبي، اشكرك يا دكتور، معلش. اولا عايز الراجل ده انا احييه، لان هو المقرر بتاعنا الاخ. شكرا، دي هديه منك. طيب شكرا. لو سمحت، فهذا اللي حصل ان احنا في يعني هذه المرحله طبعا رجعت وقدمت نفسي ودخلت الجيش، ويعني الحقيقه فوجئت، كان المفروض دخلت 72 اخرج 73، فما حصلش، قامت الحرب. وكان الخداع الاستراتيجي ان احنا لم يعني يضر بخلد اي احد ان احنا هنحارب. الحاجه بقى المهمه جدا، انا قابلت الرئيس السادات عده مرات. لماذا؟ لانه قال لك هنعمل منابر. يا دكتور، يا دكتور، كان اتحاد اشتراكي ما فيش، فعمل يمين يسار وسط، وانتوا كده، وانت كذا، وخالد محي الدين يسار، ده امر طبعا ده غير فيه يعني خريطه الدوله. فقال لك بس اللي تحت 18 سنه بقى دول بتوعنا بقى، بتوع الدوله. فانا كلفت ابقى رئيس قطاع الطلائع. النهارده ليه انا بقول الكلام ده؟ استاذي الكبير، عايز تبني مصر نبدا بالطفوله. عايز تبني مصر نبدا بالرياض الاطفال اللي هم هيشتغلوا معاهم، اللي هم دي مهمه قوي. انا بقى عايز اخرج عشان الدكتوره ناهد، بس يعني ما تزعلش مني قوي، هي طبعا المديره بتاعتنا. الفكره ايه؟ ايه اللي المفروض نعمله النهارده؟ النهارده اذا كان المستعمرون الاجانب غزوا مصر في عقر دارها، فان مصر غزت المستعمرين الاجانب في عقر عقولهم. دي مقوله مش بتاعتي، بتاعت والدي الله يرحمه الدكتور سيد عويس. فالفكره الثانيه ان قال لن ترتفع هامه مصر الا اذا ارتفعت هامه المراه المصريه. الرجاله كلهم يسقفوا لو سمحتوا. طب لماذا المراه المصريه؟ قال لك المراه المصريه دي حامله التراث يا جماعه. والله كان يقعد مع الستات الكبار ويقول لهم ادوني الامثله الشعبيه يا جماعه، دي تراث مصري جاي من الحضاره المصريه القديمه، جاي من الاسلام، جاي من المسيحيه كله. فبالتالي يعني المراه المصريه كانت يمكن لا تقرا ولا تكتب، انما ابنها مهندس، ابنها ضابط. معلش يا دكتور، يعني حضرتك اكسبنا اتفضلي. يعني المرأة والرجل المصري، ما دي بقى معلش ده كرم لن مني. تستقيم ابدا صح. بفكره المرأة المصرية، مع اني مرأة مصرية، ما انا عارف، لكن انا صناعة ابويا. مظبوط.
بس انا بكلم حضرتك لا، بمنتهى ما انا عارف الأمان. انا ابويا بقى اللي عنده 89 سنه بالظبط. دلوقتي هو اللي علمنا ربنا يديك. وادانا القيم بتاعت الشخصيه مظبوط يا فندم، المصريه مظبوط. وبنانا وعلمنا الضبط. بص يا حضرتك، وبالتالي امنا ماتت صغيره، هقول لك مقوله. فصدقني الاسره لا تستقيم بدون الام والاب. طب تسمعي لي، معلش هقول لك على مقوله، هتعجبك قوي. يا سيدي، لو عملنا بيولوجيا انا مرأة مصرية ولا هما اثنين، هو ربنا عمل العيلة باثنين، لكن لا بست لوحدها ولا براجل. انا بشكرك. احنا مش مختلفين والله، بس الست المصريه الراجل بيشتغل وهي قاعده في البيت، وقد لا تكون تقرا، انما في نقطه بيولوجيا، في معانا اطباء هنا اهو الرجل مثل المراه بالظبط في كل حاجه، فيما عدا انه لا يستطيع ان يلد طفل. يا فندم كلام مش سليم، يعني علميا يعني في حاجات نعم. هناك مش سامع. مش اصل يعني ممكن انا ما سمعتش قالت ايه. يعني هم عايزين يردوا علميا، يعني علميا عندهم اراء واحده. عاوزه تقول ان مخ الست 16 سم مخ الراجل 4 سم. طيب على كل حال انا مش لا بس انت عاوز، انا بس مش انا هخلص. هنيجي بقى لموضوع النهارده. موضوع النهارده يا جماعه، العالم بيمر بظروف يعني صعبه جدا. طبعا فلسطين وطبعا غزه، احنا دي قطعه من قلبنا، واحنا يعني لابد ان اللي بيحصل النهارده من بربريه. طبعا الكلام ده ما ينفعش، يعني عايزين نقابل البربريه دي يعني بحاجه ماديه اكشن. عايزين العالم، فين العالم؟ فين ضمير العالم؟ الافندي الامريكاني اللي يقول لك انا صهيوني ومش عارف ايه يعني. اذا المصالح تصنع النوايا، والنوايا تحدد المواقف، والمواقف تحدد انماط السلوك. تعالى يا دكتور، ما سمحت لي، عايزين نشوف المصالح التي تحكم يعني بلدنا، وازاي ان احنا نوجع المصالح اللي ضدنا. يعني لا، اصل يا جماعه النهارده الحاجات الماديه دي اصبحت ضروره. طب نقاطع، في بعض الناس تقاطع الدول اللي فيها يعني سلع وحاجات دي، عشان يعرفوا ان احنا نقدر نستطيع ان نفعل شيء. عايزين، انا فاكر زمان البيبسي كولا وكوكا كولا والحاجات دي كانت بتهاجم، يقول لك البيبسي كولا فيها لحم خنزير، علشان ايه؟ الناس ما تشتريهاش. فاحنا النهارده عايزين يعني برضو ده نوع من انواع المقاطعه. اخر حاجه بقى، انا بشكر استاذنا الجليل، وارجوك ان احنا نتواصل مع بعض، لان بيت العيله ده بيعتبر هو النسيج الوطني. لا انا هسميه النسيج السبيكه. النسيج ده نجيب مقص ونقص، اما السبيكه فهي من الالماظ، من الذهب، من الاخر. فبالتالي الخلاصه ان احنا عايزين النهارده اولا كل الحاضرين مشكورين، مساهمين مساهمه، يعني احنا معلش بنتكلم ده، انما ارجو دكتوره انها تسمح لنا ان احنا نسمع اراء الحاضرين ان شاء الله في التعليقات، على اساس كل واحد من الموجودين ده يعني هو الشخصيه اللي هي المحوريه اللي احنا كلنا بنحاول نوصل لاعضاء المجتمع. نيجي بقى الميديا، الاعلام ده السلاح ذو حدين. انا عامل المرصد الاعلامي الجيد والمرصد الاعلامي السيء. في اعلام موجود في مصر ومره مصر. طب انا هل ممكن النهارده الرقابه؟ في رقابه، ده كل واحد عامل لي قناه اعلاميه لوحده. فبالتالي تعالوا نستخدم بقى ايجابيات هذا الاعلام ونرفض سلبياته. يعني الميكروفون ده كويس ووحش، القلم ده كويس ووحش، بيكتب كلام مش كويس او بيكتب شعر وحاجات حلوه. فبالتالي ارجو ان احنا نفكر مع بعض كيف نستغل الميديا في خدمه. طب الميديا انه اللي جوه مصر، طب اللي باللغات الاجنبيه، طب اللي بالامريكاني وبالهندي وبالحاجات دي كلها. يا جماعه الصين غزت العالم كله بالسلع الصينيه، والنهارده من اقوى دول العالم اقتصاديا. فاذا برضه تغيير ثقافه الشعوب، احنا التيك اواي والحاجات دي ما كانتش عندنا. فبالتالي ارجو مخلصا ان احنا نخرج من هذا اللقاء يعني مهمه لكل واحد وواحده فينا، على اساس ان احنا نقدم خدمه للمجتمع. شكرا. شكرا جزيلا استاذنا الدكتور مسعد.